هو انت ازدواجي يا ابني؟ اصلك لو مش واخد بالك من اللي انت بتعمله ده يبقى انت 100% ازدواجي ولازم تتعالج. اصلك يعني وعلى رأي المثل المصري اللي بيقول عامل شيخ على اللي شافك باللباس. بص انا عارف انك ممكن ما تكونش فاهم، بس تعالى لو انت كده نقعد ونفكر لها. كان في بنت كده من قيمه 3 4 سنين بتعمل محتوى على السوشيال ميديا، عارفها؟ يا جدع لا انت عارفها، ما تعملش مؤدب فكك. ايوه هي هدير عبد الرازق يا شيخ. اي هدير دي كانت بتعمل محتوى على السوشيال ميديا من قيمه 3 4 سنين كده، عباره عن ايه؟ سكتشات كوميديه وشويه ضحك وقصف جبهه وبوم وطخ والجو ده. والموضوع اتطور بعد كده شويه فيديوهات بتجرب فيها منتجات لمجموعه براندات بتعمل معاها تسويق او ماركتنج يعني، على بقى شويه لايفات على تيك توك والدنيا ماشيه وبترزق. وهدير فضلت تاكل عيش والدنيا زي الفل و100 فل و14. حلو كده؟ لا مش حلو. بقى الناس بتقول انها بتلبس لبس ضيق وحاجات خليعه، وانا لا مؤاخذه راجل غرازي بتسوقني فشخ ومشاعري بتقف. يرضيك مشاعري تقف؟ فمعلش بقى لبسها مش حلو وفيديوهاتها دي ما تنفعش بناتنا واخواتنا ومراتنا تشوفها، احنا رجاله ودمنا حامي. طب بص يا نجم، الموضوع بسيط شويه، اللي هدير بتقدمه ما بيعجبكش صح؟ صح. خلاص يا عم اعمل لها بلوك يا عم، امسح الابلكيشن اللي بتظهر عليها، هات لك تليفون بزراير، او حتى ما تفتحش السوشيال ميديا طالما الموضوع مقزز ومقرف بالنسبه لك كده. سهله اهي، انت اللي مكبر الامور. ثم انت عارف اصلا مين هدير عبد الرازق دي؟ يعني سمعت عنها حاجه قبل كده ولا انت مركز وعارف حاجات تانية خالص؟ بص يا سيدي، حتى لو انت ما تعرفش انا هقول لك مين هدير عبد الرازق دي عشان تبقى قاطع معايا كده وتعرف مين هي الشخصيه دي. هدير عبد الرازق دي بنت عندها حوالي 26 27 سنه. اي نعم في كذا ويب سايت كان بيقول ان هي معديه 30، الا انها قبل كده طلعت في لايف على تيك توك واتكلمت وقالت ان هي عندها 26 سنه. يعني البنت لسه شباب وعايزه تعيش حياتها وتنطلق. ثانيا بقى هدير مش جايه من نفس المرجعيه الشعبيه اللي انت جاي منها، يعني ابوها مستشار واختها دكتوره وجوز اختها ضابط طيران، يعني اكيد هتكون متربيه بطريقه مختلفه عن اللي انت اتربيت بيها، وممكن تكون مرجعيتها الاخلاقيه والاجتماعيه غيرك، فمش لازم تكون بنفس افكارك. فاهم حاجه يا شيء؟ يا جدع ده حتى الدراسه بتاعتها هي اعلام وكمان عضو عامل في نقابه الاعلاميين، يعني حياتها كلها بدات عن طريق الميديا. ودي بقى الميديا اللي كلها ممثلين بيشربوا مخدرات وبيعرفوا نسوان وحاجه استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يبعدها عننا ويستر على وليانا. طب يا عم الرصه دي كلها ليه بقى؟ عشان بس انا عايز افهمك ان العادات والتقاليد اللي انت اتربيت عليها في بيتك او شرعك او في مدرستك مش قانون الطبيعه ولا دستور الناس كلها المفروض تمشي عليه، دي حاجه تخصك انت بس. بيقول لك مره انسان فضل في حاله وما تدخلش في اللي ما يخصوش. لا الرعب ده يا عم، انت عايز معانا عيال صغيره، ما ينفعش اللي انت بتقوله ده. هتقول لي يا اسطى دي بتحرض على الفسق والفجور، اقول لك يا شقيق ان الستات تلبس اللي هي عايزاه وتعمل اللي هي عايزاه بيوث، ودستور بلدنا العظيمه ما فيهوش ماده توحد ربنا بتمنع اي حد يلبس اللي هو عايزه. ما فيش الا قانون الاداب العامه الماده 278 اللي بتتكلم عن الافعال اللي بتخل بالحياء العام. وبمناسبه بقى الحياء العام، هي الشباب لما تملط في الافراح وترقص على اغاني مهرجانات ده مش بيخل بالحياء العام؟ طب احمد حواكه اللي على منصه شارعكم اللي كل يومين يعمل له منكش ويقلع هدومه والبنطلون بتاعه ويخانق مع اللي جاب له سنتي رايح، ده ما بيخدش الحياء العام؟ طب الراجل ابو سليب اللي بيمشي حافي في شوارع اسكندريه ويركب ميكروباصات ده ما بيخدش الحياء العام؟ هتقول لي بس البنات والستات دي بيدخلوا كل البيوت عن طريق الانترنت، يعني ده هيأثر على اهل بيتي؟ يا سيدي لو اللي بتعمله هدير او غير هدير على السوشيال ميديا بيقرفك، اقطع وصلة النت عن البيت او ابعد اكونتات اهل بيتك عنهم. كلكم راعي يا نجم ولا انت ناسي؟ وعارف هتقول لي شفت الفيديو بتاعها؟ شفت بتعمل ايه؟ بتعمل زي ما انت نفسك تعمل بقالك 20 سنه ومش عارف. زينة انا شفته ومصر كلها شافته، مش هنحور على بعض. بس انت بقى هنا بتقول لي انا شفته من باب الفضول، بتحاول يعني تلبس طوب الفضيله. بس الحقيقه يا نجم ان في احصائيه طلعت في سنه 2023 بتهدم تماما موضوع الفضول بتاعك ده. في موقع اسمه انسايد مونكي قال لك ان مصر رقم 12 على العالم في استهلاك الاباحيه يوميا. وفي عندك ريسيرش جيت اللي عملت دراسه على 15000 فرد من الدول العربيه. الدراسه دي بقى لازمتها ايه؟ لازمتها تعرف كام واحد منهم تقريبا اتفرج على بورن. طلع بقى ان 48.5% منهم اتفرجوا على بورن مره واحده على الاقل في حياتهم.
و50% منهم بيتفرجوا على بورن على الاقل مره واحده اسبوعيا. وطبعا مش محتاج اقول لك ان اغلب الناس اللي بتستهلك افلام البورن هم الرجاله. ايوه ما نحورش. فما تجيش تقول لي انا شفت الفيديو بتاع هدير عبد الرازق من باب الفضول. ثم كمان مش هي اللي منزلاه، ده طليقها هو اللي نزله. ايوه هي كانت مع طليقها يا شقيق. يبقى بقى هنا العيب على مين؟ على الست ولا على الراجل اللي بيصور اعضائه التناسليه وبيحاول يفتخر بيها عشان يبان عنتيل قدام الناس، او حتى عشان ينتقم من واحده كان في بينه وبينها في يوم من الايام علاقه؟ ثم يا عم كل الاديان بتتكلم عن التسامح. يعني السيد المسيح في انجيل يوحنا مثلا رد على الناس اللي كانت عايزه ترجم الست بالحجره وقال لهم من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر. وعندك قصه المراه الغامديه اللي راحت اعترفت لسيدنا محمد بالزنا، ودي ممكن تعمل عليها سيرش بربع جنيه. يعني من الاخر انت لا شيء جنب الناس دي، واللي انت بتعمله ده اسمه ازدواجيه بس. فما تروحش تتفرج على جسمها بالليل وافكارك تجيبهم عليها، او حتى تدخل في اللايف بتاعها تقول لها قلعي ورينا حته من جسمي، والعصر تدخل تشتمها وتقول عليها شمال وبتفسد اجيال من البنات. بطل ازدواجيه يا شقيق وخليك صريح مع نفسك كده وروح اتعالج، وبعد كده اي حاجه تعملها فكر لها. تمام؟ عايز تعمل فولو وسبسكرايب يا باشا تنور وتانس، مش عايز يا باشا براحتك ان شاء الله ما عنك عملت شاوي يا شقيق.